هنا في منطقة زراعة البنجو والخشخاش. إذا كنت عاوز خشخاش تروح لأبو رمضان يجيب لك ببلاش. هنا في الأرض، الأرض عرض، اللي يفرط في أرضه يفرط في عرضه، زي ما قال مين؟ أبو رمضان. صحيح ولا إيه يا والي؟ صح يا صاحبي، الكلام ده يا جماعة كلام كبير. وانا عايز اقول لكم ان انا يعني عامل تخفيض على لفة البانجو اللي هو كان بيقول عليها. يعني السيجارة ان شاء الله عاملينها ب5 جنيه عشان برضو الشباب تعبان واحنا بنقدر الكلام ده. ولا انت رايك يا احمد في حوار السعر ده، ولا نعمل لهم مجاني؟ والله يا جماعة احنا قاعدين نسقي، لو يرضيكوا تسقوا في السقعة وتشوفوا الدنيا كلها عاملة كيف، والبرد، وانتوا عارفين طبعا ان الجو برد. معلش قاعد لفة العين عشان بس عشان الجو هوا جو، والهوا هيشيل الشال. شايفين ري الشعر عمالة تطير كيف من الهوا. اهو شعر ابيض اهو يا جدعان من كتر التراب، بقى عندي 60 سنة اهو. ينفع كده؟ كل ده عشان خاطركم، من اجلكم انتوا محششين، صدقوني ما بنعملش ده من اجلنا احنا. عايز تضيف حاجة يا ابو حميد؟ من اجل الحشيش انا سبت الناس وجيت على ما فيش، وقالوا جه على ملاوشه، زي ما قال الاستاذ الشاعر الكبير. اه، التيتا في الننة والننة في التيتا. والبابا ايه، والبابا ترى شكرا لكم، الف شكر، مع السلامة. وطبعا قبل ما تمشوا طبعا عاوزين نوريكم اخر لقطة، اخر لقطة في الحماس، اخر لقطة قبل ما تشوفوا يا ناس، اخر لقطة قبل ما تخلع. بلاش نجيب سيرة اللباس، عشان زي ما قال لك الارض لو عطشانة نرويها بدمانا. فين الدم ياه؟ حجلنا. وطبعا هيبقى في بقى ايه حاجات، طبعا عروض جايه، طبعا في برشام جاي. ايه رايك في زراعه البرشام يا احمد؟ ولا ده بيتصنع؟ احسن حاجة تزرع البرشام يا ولد. او زي ما قال احمد، يعني في ان شاء الله صفقات برشام جايه وبتاع، يعني هنظبطكم يعني، ما تقلقوش. فل يا شباب.